قالت لي كذا 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 فعملت فجت. يعني انت في الاول كنت تدخلي وواحده اتزغرت جوه وقف جنبي واحده واتزغر وانا داخله بعمل كده وهي اتزغرت فسوسن اللي علمتني الزغروت. احمد بقى اخوها كان دايما يجي مع باباه وهو صغير عندنا وناكل وكده، وبعدين وهو خارج يقعد يعمل وايه يعيط كده وهو نازل مش عايز ينزل، مش عارفه يعيط وانا اتريق عليه واقول له وبعدين لما انا جات لي ازمه كده صحيه خفيفه كده وجا احمد جالي بقى جايب لي حاجات حلوه بقى وكده فرحت بيه جدا. يعني مفيش الحساسيه، يعني حضرتك في النهايه تبقي يعني هي اخته مش انت مش مامته، مفيش حساسيات في الاسره؟ لا خالص خالص كده خالص. هي بتقابل اخواتها واقول لها هاتيهم يتغدوا معانا وهاتيهم كده، واحمد جالي فرح. بس انا هقول لحضرتك على حاجه، ده هو علي الحجار اتجوز كتير جدا. انا اسفه سامحيني احنا بنقول له كده في وجوده، يعني هو عارف فيعني ما بتهيألي انت لا ولاده مالهم ده اخواتها. لا احنا كلنا بنتكلم وعلاقتنا حلوه قوي ببعض، بنتقابل ريجولارلي وبابي بيجمعنا عنده في البيت على طول. يعني طيب لازم تختاري تقولي لي ايه اكتر حاجه بتحبيها لمشيرة اسماعيل وايه اكتر حاجه بتحبيها لعلي الحجار. خليني ابدا بمامي. دموع في عيون وقحه. جوجو. الناس مسمياني جوجو. الشغل مع عادل يرفعك هو حتى بس يعني من غير ما يعلق لك بالكلام على حاجه كده، وقفته ونظرته وكده يديكي طاقه، تحسي بطاقه طالعه منه غريبه. ما هو مش من فراغ. لا مش من فراغ. وبعدين يعني الاسم الاسطوري اللي عمله ده مش من فراغ. وبعدين في المسرح ما تقدريش تقولي كلمه زياده ولا حركه ولا صباعك ازاي يعمل كده زياده ابدا. بس لما قلت له اديك بالبوكس في مناخيرك وقع من الضحك. الدور ده كان المفروض سوسن بدر هي اللي تعمله. عملته سوسن بدر، عملته مده. عملته مده، وبعدين كان في اسكندريه ولازم تنزل مصر تعمل عمليه او كان عندها ظرف طارئ يعني في صحتها او كده، فجالي استاذ شكري عبد الوهاب مدير الفرقه وسمير خفاجه وقال لي انهم اتكلموا واختاروني اتكلموا مع عادل واختاروني، ورحت اسكندريه قعدت اسبوع اتفرج على المسرحيه وحفظت، وسوسن راحت بالسلامه تعمل العمليه. وهي كانت اتكلمت على ده وقالت يعني اتكلمت عليكي بمنتهى اللطافه والجمال.